عم يكسرني الكرسي. اسمها عملية دهس هاي، مو عملية مساج. عندي خبرين ليكم، واحد سيء واحد كويس. صوفيا ترحب بكم. الحمد لله حصرنا بليونين. قبل زدت الحزب رهين تسمع صوته، ما في حدا. بعد رحلة تقريبا وصلنا 1500 كيلو. هلا لازمنا مساجة أو تنفيسة صغيرة مثل ما يقولون. هلا لقينا بالمحطة هاي في مساجات، كراسي للمساج. حط النية. بلش. حطيناها بلش. الصراحة لا بأس. هذه من عملية، أحسه عم يكسرني الكرسي. اسمها عملية دهس هاي، مو عملية مساج. دعس. الآن ما شاء الله تبارك الله هي أجواء صربيا جميلة ورائعة عند الغروب، وفي الساعة تقريبا 7 مساء نحن نقترب على الحدود البلغارية. هذا الطريق إن شاء الله سوف يسلكه كل منا اللي يروح على سوريا بالسيارة راح يسلك الطريق إن شاء الله بإذن الله. فاحفظ الطريق جيدا، ولا تخلي حدا يوقفك على الطريق، ولا تتعاطى مع حدا، لأنه هنا الصربيين ما تفهم لغتهم. فكمل سوي، لا تسأل عن حدا، كمل. هين وصلنا بعد سواق تقريبا 6 ساعات أو 5 ساعات. بدنا ندفع على الطريق لنشوف هذا أقل طريق وصلنا له، أطول طريق وصلنا له، لنشوف إيش قد بدهم ياخذون. بسم الله توكلنا على الله. وهي الحمد لله رب العالمين خلصنا من صربيا. نحن الآن على نهاية الحدود الصربية، لحظات قليلة وإن شاء الله راح ندخل بالحدود البلغارية. بسم الله توكلنا على الله. أنا الحز بين الحدود الصربية والبلغارية. هلا وراي تشوفون الحدود البلغارية، هذه الحدود البلغارية، وأمامي الحدود الصربية. بين الحدود البلغارية والصربية في عنا محل صغير يبيع الفيجنيتا حق 12 أورو ل7 أيام. هاي أقل شيء تقدر تاخذه. الفيجنيتا هاي فيك تاخذها من هين، تسوي تشيك إن، تقدم تفوت على بلغاريا وتتوكل على الله إن شاء الله على تركيا. تسألك من أي دولة أنت وتعطيها كرت السيارة مشان تسجل الرقم الفاتسة، عشان مثل ما نقول بالألماني نحن كرت السيارة الصغير، مشان تعطيها النمرة السيارة، وتدفع لها 12 أورو وتتوكل على الله. ل7 أيام فيك تتجول على أوتوبانات ببلغاريا. ولا بين ما تقطع على التيكت خلنا نفرجيكم على هاي السوبر ماركت صغير إذا واحد بده شغلات. يعني تاخذ لك هدايا أو ذكرى من صربيا، يعني لا بأس لا بأس. قبل شوي فتنا على مطعم نقول له في عندك لحم حلال؟ يقول لي الدجاج حلال. قلنا له أوكي ناخذ الدجاج. قام قبل شوي قال لي ايش تشربون؟ أجيب لكم فودكا صربية. هو الصربيين مشهورين بالفودكا هاي، طيب، أو الكحول، يعني الكحول الصربي مشهورين هم بيه. قلت له هلا سألتك عن الحلال، يعني شلون تقول لي؟ بس ما يلامون معليش.
هنا راجعين باذن الله، هنا على اليمين مثل ما تشوفون على اليمين الاتحاد الاوروبي، داخلين مره ثانيه على الاتحاد الاوروبي. بسم الله. بوس كار، هي مكتوب فوق بوس وكار. عشان نفوت من هنا، توكلنا على الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب. احنا نروح على اول كار او الباسبورت. هي كار بس. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بس اطلع من المانيا وشوف على عجائب. نحن اللي عايشين بألمانيا والناس اللي عايشة بألمانيا تعرف شو أقصد. مثل هيك مصف هاي يكون للقار الشاحنات، للسيارات استراحة. هيك مصفات تلاقي أقل شيء 40 شاحنة، أحيانا ما تلاقي مصفات. أهل الشاحنات يعرفون شو عم أحكي. هنا ببلغاريا ما في حدا، لك في شاحنة وشون مسكين مستجري ينام لحاله. لا ما استجري أظل أنا بالسيارة لحالي بهيك مصف، ولكن ما عندهم حدا، ما في حدا. وين العالم؟ وين الحركة؟ الطريق السريع ما فيه حدا، يعني لحالك عم تمشي. ألمانيا ما شاء الله الساعة 4 الصبح عالم كثير. وهاي بمشيئة الله الحمد لله قطعنا تقريبا 2000 كيلو متر الحمد لله رب العالمين، واحنا على أشراف مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا. بلغاريا وما أدراك بلغاريا، كل السوريين اللي جنب 2022 يعرفون بلغاريا. قبل ما نحط الرحال وناخذ فندق وننام، راح نسوي جولة إن شاء الله في المدينة ونشوف معالمها. هي متأخرة شوي بالليل، ولكن لازم تكون محطة استراحة بالمغامرات ومشوقة أيضا، ما تكون مملة. هاي مثل ما تشوفون صوفيا ترحب بكم. صوفيا. متابعين ابن بطوطة في رحلتنا عالمين، وبمشيئة الله قطعنا إلى الآن 2000 كيلومتر. نحن الآن على حدود صوفيا الحمد لله رب العالمين، وصلنا كامل الاعتاد. وعندي خبرين لكم، واحد سيء واحد كويس. الخبر السيء وهو أن الأصدقاء اللي عم يسوقون معنا للأسف لا يملكون الجنسيات، فلازم يطلعون من هين، يرجعون مكان ما جم أو يطلعون على رحلة ثانية. وأنا لحالي رح كمل على تركيا. للأسف لازم أطلع على تركيا لحالي، لأن الوحيدة اللي أملك الجنسية الألمانية، أو الوحيدة اللي ما مسموح لي أدخل على تركيا. نحن الآن في صوفيا، رح نحط الرحال ونختار لنا شي فندق كويس، ورح تشوفون إن شاء الله الفندق شو رح يكون. طبعا ما رح يكون هايلاي، رح يكون كفنادق ابن بطوطة يلي ابتديتم عليهم إن شاء الله. أنا حجزنا نحن بلغاريا، بس هنا مو مثل ألمانيا تحجزوا فنادق وهلا. هنا كل واحد عنده غرفة يأجرها. فنحن على البوكينج أخذنا غرفة هلا بدنا نشوفون. أعطاني الكود، أنا أحط الكود هنا، يكون بمفتاح بقلب الكود. آخذ المفتاح، كمان في كود ثاني للبيت اللي هنا، في كود عشان يفتح الباب هذا. أحط الكود اللي هو أعطاني إياه، وأكبس على الرقم وأفوت. ورقم الغرفة أعطاني إياه كمان، رقم الطابق الثاني مثلا غرفة رقم 4، وكذلك الأمر. أعطانا الكود راح أحطه. تم الكنز، أصلنا على الكنز. سكر. هذا جيبه. حطه هنا. الحمد لله. السيارة صفيناها برا. تفضل. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم. يعني أول نظرة الأول وهلة حلو، حاليا حلو. نحن هلا على باب الغرفة اللي سجلناها، وهذا مش هينه. نحن على الباب، فراح نشوف هذا المفتاح، راح نشوف شو هو الشيء المستأجر. طبعا في كبسة هين، هاي ما تشتغل. فوت هنا، حطينا على الكبس. ممتاز. بسم الله. أنا أول مرة أشوفه. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا عندك هنا غرفة نوم، هاي فيها نوم. هنا عندنا ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. أنا مستأجر غرفة ولا
اللهم صل على الحرارة. تفضل بسم الله. يوم اليومين المطلوبة. ميكرو بالله. ايه تحت تحت تعال هنا. ما شاء الله. وين اللهم صل على سيدنا محمد. هنا كمان سرير البيت. احنا الحز الساعة 12 بالليل وما لقينا الا مطعم واحد فاتح. المطعم هذا مبين على شكله انه كويس. شوف هنا. نعم. هاي لحمة. نحن في صوفيا قلب عاصمة بلغاريا. متجهين الآن إن شاء الله على وين رايحين؟ على سوريا عبورا بتركيا. نستعب قدامنا شيء 1500 متر لنصل إن شاء الله. يعني التيسير من الله سبحانه وتعالى، ولكن بكرة المساء لازم نصل إن شاء الله إذا الله يسر. وهلا نحن صفينا السيارة هناك إن شاء الله نلاقيها. والله مو مبينة لا سيارة ولا شيء. وين مبينة؟ النصيحة الجاية وهي لما تصف سيارتك بأي منطقة كانت دير بالك على أغراضك الشخصية. ترى ما في أمان. إذا راح لك قرض الشرطة تجيب لك إياه، ولكن بعد فترة معينة، وجزء ما تجيب لك إياه. تسوي تشيك للسيارة، الزيت، الموتور، قطع السيارة كلها على بعض. تشغل السيارة دقيقتين أو دقيقة مشان الموتور، لأنه مشيت 1500 كيلو أنت ولسه قدامك 1500 كيلو ثانية. فتشوف الدواليب منفوخة، شوف أي شيء، السيارة كاملة ولا حدا لعب لك شيء. فكلك الدواليب يجوز تمشي، في ناس تفك الدواليب على عشوائيا وبس تمشي تسوي حادث. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي صارت مع رفقاتنا. هذه هي الحدود البلغارية اليونانية. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما في لا تفتيش ولا هم يحزنون. الطريق وعرة قليلا بس يعني لا بأس. هذه هي اليونان. الطريق الأبيض اليونان، والطريق الأسود هذه اليونان. اختلف الطريق، اختلفت السرعة. العلم اليوناني يرفرف. السرعة لا تزال 60. حولا بين الحدود تكون السرعة جدا قليلة مشان ما يتلاحظون أي شيء، مشان ما يلاحظون عليكم أو يوقفونكم. هين الله أعلم هذا غسيل للسيارة، شيء جميل. مشان إذا حدا تحت راكب أو شيء شغلة الله أعلم. يجوز التصوير ممنوع، ولكن عسوا على بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. هذه الحدود ما في حدا لا تفتيش ولا هم يحزنون ولا فقيرين. شو بين الدولتين شو راح يصير يا رب. قطعنا الحدود اليونانية، وصلنا الآن في اليونان. الحمد لله حصرنا باليونان.
قبل 5 دقائق قطعنا الحدود البلغارية اليونانية، وبعد تقريبا 20 دقيقة أو 15 دقيقة ندخل تركيا. اختاريت هذا الطريق لي تجربة سيئة بين بلغاريا وتركيا. الحمد لله تشوفون هنا الجبال، هذا النيتش هناك هاي بلغاريا، وهنا نحن باليونان حاليا، والسيارات الواقفة هناك هذيش جبال هي تركيا. أجواء جميلة رائعة، على الحدود ما حد قال شيء، وإن شاء الله متجهين على تركيا، توكلنا على الله. الهدوء اللي عم المنطقة هذا هدوء يعني هدوء جدا جدا تحت الصفر. الهدوء هذا يعني إذا زدت الحزبرة هين تسمع صوته، ما في حدا، لا سيارات، لا حركة، لا بشر، لا كلاب، كأنها منطقة مهجورة. مع أنه هنا مثل ما تشوفون في جرية صغيرة على الحدود، بس صفر ما في شيء، الله المستعان. وفي شغلة ثانية، إنه اليونان كانت هي رعب لكثير من السوريين اللي قطعم 2022 2023 2021 على أوروبا. اليونان كانت مثل الحلم الواحد ما يقدر يفيق منه. اليونان وما أدراك اليونان كانت أصعب مرحلة، بس قطعت اليونان خلاص. ولكن اليونانيين حزمين بأمورهم، مضغوطين من عند الاتحاد الأوروبي، لازم تحمونا. مو طالب عليك شيء، ولكن في كثير من الناس طلعم وتيسرت أمورهم الحمد لله، وهلا هم بالمكان اللي هم بدهم إياه. هاي مثل ما تشوفون آخر منطقة أو آخر جرية تحسها مدمرة للحرب العالمية. آخر جرية أو آخر قرية مثل ما يقولون تابعة لليونان. لحظات قليلة إن شاء الله ونودع اليونان وندخل الحدود التركية. الله يسر، بسم الله. أخذكم بها جولة معليش. أنا أتذكر بالزمانات 2015 جيت من تركيا على اليونان، كان معي $، بس في يونانيين قلت لهم ها كم $، اعطوني مي، قالوا ما ناخذ الا يوناني، ما اعرف اورو بالزمانات. قلت لها عطشانين، ما في، يا عيني يا روحي ما في. فقلت لها $50 اعطيني مي، قالت لي ما اتعامل يعني مع $. من الفترة هذيك انا عندي نظرة مو كويسة معهم. هلا عدت الشرطة شفتوها، اريد حدا يوقفني يقول لي وين رايح، احكي شوية انجليزيتي من طلعت من المانيا ما استخدمته. رحنا على صربيا على اساس نحكي انجليزي، طلع لي شنو يحكي الماني. قلت له الساعة حسنين. بس والله جرية محترية، هي اخر الحدود. يا رب بسم الله، توكلنا على الله. هاي اليونان نشوف شو من الروح. ايوه هذا الخروج، يا الله. Thank you very much. باي باي. عم يقول لي افتح الخلفية، فتحناها والآن إلى تركيا إن شاء الله. والله في سيارة ألمانية كأنه هين ما تميز، وإحنا مثل ما تشوفون الحز إن شاء الله. ها هي الحدود ما بين الدولتين. تفضل. ليش سووا من الحدود؟ خلاص واحد يتوكل على الله ويروح اللي بده. أرض الله واسعة. ما أدري الأمان، بس اللي يعرف يا شباب من كم بالتعليقات ليش حاطين المي؟ هي ما أعرفها، ما نعرف أنا ليش. شايفين المي؟ ليش حاطينها ما أدري. وبتشغل بالثاني في سيارتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تركيا ترحب بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تركيا
تركيا حاطة وممنوع التصوير مثل ما قلنا لكم، بس بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. احنا هلا على حدود تركيا، ما نقدر نصور من غير شيء. عندي غراض هذا مسكرة يعني اوريجينال. انا سمعت انه ممنوع تدخلونها، بس لنشوف نتأكد بعد شوي.